السلام عليكم ورحمة الله. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا ديجا ودي قناتي سهلة وبسيطة ان شاء الله. حبيت اعمل لكم الفيديو ده عشان اقول لكم على السر اللي انا عرفته يخلي اللحمة الجملي ما تاخدش معانا وقت طويل في التسوية. طبعا اللحمة الجملي ممكن تقعد معانا على النار آه، في وقت ما يقلش عن مثلا 4 أو 5 ساعات. طبعا ده ممكن يعطلنا مثلا لو في عازمين ناس، أو لو حابين إن إحنا ناكل مثلا في ميعاد الغدا. حصل أي ظرف اتأخرتي وحطيتيها على النار مش هتستوي معاكي على طول، الأنبوبة كمان هتخلص فكذا حاجة يعني. فأنا عرفت إن التمر أهو هو ده الحاجة اللي بتخلي اللحمة الجملي بتستوي بسرعة على النار. وبسرعة دي ما اقصدش بيها انها طبعا هتقعد نص ساعة، يعني هي هتقعد في وقت اقل من اللي احنا متعودين عليه، والنوى بتاعتها مهمة جدا 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 في موضوع التسوية. فادي اللحمة اهي معانا 3 تمرات. ممكن يبقى التمر المجفف، ممكن يكون اللي هو الطري اللي زي العجوة ده زي اللي انتوا شفتوه كده في الفيديو. معانا ورق لورا وحبهان وفلفل اسود، ومعانا بصل ممكن نحطه حب بالطريقة التقليدية العادية جدا، وممكن ان احنا نقطعه قطع صغيرة زي ما شفتوا كده. طيب بالنسبة للخطوة اللي انتوا شايفينها حالا دي فهي اختيارية تماما. لان في ناس بتحب طعمها كده، وفي ناس بتحب طعمها اللي هو ايه، يعني تبقى الطريقة العادية التقليدية بتاعة سلق اللحمة او الفراخ. المية الاول وتغلي ونحط اللحمة او الفراخ فيها، والبصل بيكون حب ما بيكونش متقطع قطع صغيرة كده. لان الخطوة دي ممكن تغمق لون الشوربة شوية. الطعم أكيد بيبقى أحلى كتير، لكن هي بس لون الشوربة بيبقى غامق شوية. الشوربة بتبقى تقيلة شوية برضو لأن احنا بنشوحها في حتة زبدة صغيرة الأول زي ما انتوا شايفين. ففي حد بيحب الخطوات دي وفي حد ما يحبش الخطوة دي، فهي طبعا اختيارية زي ما انتي متعودة وزي ما انتي حابة. ممكن نحط مية عادية جدا، ولما تغلي نحط كل الحاجات بتاعتنا اللي احنا كنا شفناها دي، الورق اللورا والحبهان والفلفل الاسود والتمر، وبعد كده ننزل باللحمة عادي عادي مفيهاش أي حاجة. والبصل يكون صحيح ما يكونش قطع صغيرة. أما الخطوة دي أنا عملتها كده بس إيه للي حابب يعملها، يعني شوحتها في حتة زبدة صغيرة تاخد صدمة كده، لونها بيغير. ده بيخلي طعمها أحلى، والشوربة بتاعتها بتبقى برضو جميلة جدا، بس هي بتبقى دسمة شوية عن العادي. أنا بس كل الفكرة إن أنا باحس إن ما عملت الفيديو ده يبقى دي أمانة، يعني أمانة إن أنا أقول لِك كل الحاجات الحلوة اللي أنتِ هتستفيدي منها في الفيديو وهتحبيها، والحاجات اللي ممكن ممكن ما تضايقش حد إن الشوربة تبقى تقيلة. يعني عادي ممكن في ناس بتحب أصلًا الشوربة تقيلة، سواء لحمة أو فراخ بتحبها تقيلة، وفي ناس ما عادي الموضوع بالنسبة لها يبقى مش لطيف. فعشان ما حدش يتضايق بس أقصد فأنا بانبهِك إن ممكن الطريقة دي بتخلّي الشوربة بس تقيلة شوية. على فكرة كمان ممكن إن إحنا نخلّي اللحمة تاخد الصدمة، وبعد كده ننزل بالبصل وهو صحيح عادي، مش لازم يكون متقطّع قطع صغيرة كده زي ما أنتم شايفين. أنا هي بمجرد ما لقيتها خدت لون نزلت عليها بالبصل، وبعد كده قلبت كويس كده شوية، وحطيت ورق اللورا والحبهان والفلفل الأسود، وبعدين بقى التمر كمان هيتحط دلوقتي. خلي بالك لو عملتي نفس الستبس دي، لو عملتي نفس الخطوات دي ما تنسيش ان احنا لازم هنصفي الشوربة في الاخر بعد ما تخلص خالص، وما نحطش ملح دلوقتي كمان بالمناسبة. هنصفّي الشوربة لإن طبعًا بُصّي إحنا حطينا تمر والنوى وحطينا بصل قطع صغيّرة خالص، حطينا حبّهان وورق اللورا، كل ده ما ينفعش إن إحنا طبعًا نلاقيه في الشوربة في الآخر وإحنا بناكل. عشان برضه ما حدّش حاجة تضايقه حبّهان أو حاجة لازم هتصفّيها، فما تنسيش عكس الطريقة التانية التقليدية العادية، علشان الحاجات دي بتبقى واضحة أكتر قصادنا إن إحنا هنشوفها ونشيلها بسهولة. لكن هنا أنتِ لازم هتصفّي الشوربة. إحنا هنا كمان سقينا اللحمة مَيّة سخنة مغلية مش مَيّة عادية من الحنفية، لإن مَيّة الباردة بتكون
سبب إنها تخلّي اللحمة تشِد وبتجلِّد كده وبتبقى مش لطيفة خالص في الأكل، لكن لو سقيناها مَيّة سخنة الموضوع بيبقى أحسن كتير، بتستوي أسرع وما بتاخدش وقت طويل على النار، فبرضه دي حاجة مهمة عايزين نبقى واخدين بالنا منها. أنا حطيت اللحمة على النار بس الساعة بالضبط كانت 4 و3 دقايق أو 4 و5 دقايق حاجة كده. هنا بعد ما رُحت كده أبُص عليها مبدئيًا الشوكة دخلت فيها عادي بسرعة، ما خدتش وقت إن هي تدخل فيها أو تلاقيها صعبة. آمم هنا بالضبط الساعة كانت 18:15 يعني هي لو حسبناها هنلاقيها إنها خدت وقت حوالي ساعتين إلا ربع. في العادي من غير التمر ده الوقت ده مش طويل والله يا جماعة، لإن هي في العادي كانت ممكن مثلًا تستوي على الساعة 20:30، 21:00 فلأ هي بصراحة الموضوع فرق معايا في السِوَى، بُصّوا زي ما أنتم شايفين دايبة والله والحمد لله حلوة ما خدتش وقت في السِوَى زي كل مرّة. فجرّبوها إن شاء الله. سر التمر ده جميل جدًا، البدو كمان بيستخدموه، إن شاء الله الوصفة تعجبكم.